أفضل مسلسلات يوسف الشريف على الإطلاق. يوسف الشريف واحد من أبرز النجوم اللي قدروا يثبتوا وجودهم بقوة في الساحة الفنية، خاصة في العشرين سنة الأخيرة. مش بس كممثل شاطر بيشارك في أعمال فنية، لأ ده كمان أصبح ظاهرة فنية وأيقونة للدراما المثيرة في الوطن العربي، وده بفضل اختياراته الجريئة والمختلفة. وفي القائمة دي أنا هقدم لكم بالترتيب المقلوب أفضل 10 مسلسلات للنجم يوسف الشريف على الإطلاق. بس في البداية برشح لكم موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضه تصلي على النبي. ويلا بينا نبدأ قائمتنا. في المركز العاشر معانا هو مسلسل زي الورد، واللي أنتج سنة 2012، وده مسلسل درامي رومانسي بيعتبر نوعية مختلفة شوية للنجم يوسف الشريف عن الأنواع اللي اتعودنا عليها زي الأكشن والغموض والإثارة. وفي القصة هنا يوسف الشريف بيقوم بشخصية علي اللي بيتسجن ظلم، ولما بيخرج بيكتشف إن خطيبته اتجوزت من حد تاني، وبيبدأ حياة جديدة تماما، وبيشتغل عند رجل أعمال، وبيقع في حب بنت تانية. ولكن الظروف الاجتماعية بتقف في طريق جوازهم، وبتبدأ الأحداث تاخدنا في خط درامي معقد. اللي يميز المسلسل ده وخلاه من الأعمال اللي تستحق المشاهدة فعلا هو إن يوسف الشريف قدم فيه باحترافية عالية جدا جانب مختلف من تمثيله، بعيدا عن التشويق والأكشن. وفي المركز التاسع معانا هو مسلسل كوفيد 25، واللي أنتج سنة 2021. المسلسل ده بيعتبر محاولة جريئة من الدراما المصرية علشان تدخل عالم الخيال العلمي والرعب. وأحداث المسلسل بتدور سنة 2025 لما فيروس خطير بيبدأ ينتشر وبيخلي الناس المصابة تهاجم وتقتل كل اللي حواليها. وهنا الدكتور ياسين المصري اللي بيمثل شخصيته يوسف الشريف بيكون في مواجهة مع مؤامرة كبيرة، وبيحاول يكشف سبب الكارثة دي اللي قربت تدمر العالم. العمل ده من الأعمال المميزة في مشوار يوسف الشريف، رغم إن في ناس كتير انتقدوا المسلسل بسبب إنه شبه أعمال أجنبية أو بعض التناقضات في القصة، لكن تفضل المحاولة نفسها جريئة ومهمة، خصوصا إنه ناقش فكرة وباء عالمي في إطار خيالي ورعب، وده نادرا لما بنشوفه في الدراما المصرية والعربية. وفي المركز الثامن معانا هو مسلسل القيصر، اللي أنتج سنة 2016. المسلسل ده من نوعية الأكشن والإثارة، وبتدور قصته حوالين شخصية القيصر اللي هو يوسف الشريف، واللي كان عضو في جماعة إرهابية متطرفة، وبيكون هو الناجي الوحيد بعد ما الشرطة بتهاجم الجماعة وبتفجر النفق اللي كانوا مستخبيين فيه في رفح، وبعدها بيتسجن، وبتبدأ الأحداث تكشف عن ماضيه الغامض والمظلم. المسلسل ده فيه مشاهد كتير أكشن قوية لفتت انتباه الجمهور، حتى كمان بيعتبر حاليا من أقوى مسلسلات الأكشن المصرية الحديثة. وفي المركز السابع معانا هو مسلسل لعبة إبليس، اللي أنتج سنة 2015. المسلسل ده بيتصنف من أعمال الغموض والتشويق والإثارة، واللي بتدور قصته حوالين توأم بيجسدهم يوسف الشريف. واحد منهم رجل أعمال ناجح وليه مكانة كبيرة، والتاني بيكون ساحر فبيتحالف مع الشيطان علشان يوصل لأهدافه. والصراع ما بين الاتنين بياخدنا في حكاية مليانة أسرار وتحولات غير متوقعة. اللي بيميز المسلسل هو فكرته الجريئة اللي بتدخل عالم السحر والتلاعب النفسي، وكمان بيعتبر نموذج واضح لخلطة يوسف الشريف اللي دايما بيقدم فيها جرايم وغموض، وكل شوية بنشوف تويست أو مفاجأة بتغير مجرى القصة. وفي المركز السادس هو مسلسل المواطن إكس، اللي أنتج سنة 2011. المسلسل ده تصنيفه جريمة وتشويق. القصة بتبدأ بمقتل شاب اسمه أحمد قاسم والمعروف بإكس في حادث غامض وصادم، وبعدها بنرجع بالزمن فلاش باك علشان نعرف علاقته بأهله وأصحابه وكل اللي كان ليهم تأثير عليه في حياته قبل ما يموت. وفي نفس الوقت الشرطة بتبدأ تحقيقاتها علشان تعرف مين اللي قتل إكس. اللي خلى المسلسل ده ليه قيمة خاصة هو ارتباطه بشكل كبير بثورة 25 يناير، لأن هنا يوسف الشريف قدم دور الشاب اللي تعرض للظلم من الشرطة، والشخصية دي كانت مستوحاة بشكل غير مباشر بقصة خالد سعيد، واللي كانت واحدة من أهم الشرارات اللي فجرت الثورة. والربط ده بين الواقع والدراما ادى للمسلسل طابع واقعي قوي، وخلاه بس مش عمل ترفيهي ولكن كمان وثيقة فنية بتحكي عن مرحلة مهمة جدا في تاريخ مصر الحديث. وفي المركز الخامس معانا هو مسلسل النهاية، اللي أنتج سنة 2020. المسلسل ده كانت أول تجربة دخلت الخيال العلمي بشكل صريح
في الدراما المصرية، وبتدور أحداثه في مدينة القدس سنة 2120، وبتركز الأحداث على المهندس زين اللي هو يوسف الشريف اللي بيحاول يلاقي حل لأزمة الطاقة والقيود اللي مفروضة عليه من الناس والنظام. ولكن حياته بتتقلب لما بيظهر روبوت مستنسخ منه وبيجسده برضه النجم يوسف الشريف، وده بيخلق صراع كبير ما بين الإنسان وهويته والتكنولوجيا. المسلسل ده مش مجرد قصة بعمل فني مختلف، ولكن كمان بيعتبر أول تجربة حقيقية في الخيال العلمي العربي، وده في حد ذاته رهان جريء ويحترم من النجم يوسف الشريف اللي هو كمان صاحب فكرة المسلسل برضه. وفي المركز الرابع معانا مسلسل اسمه مؤقت، واللي أنتج سنة 2013. المسلسل ده من نوعية الدراما اللي فيها الغموض والتشويق عالي، وبيحكي المسلسل عن رجل أعمال اسمه يوسف رمزي اللي هو يوسف الشريف، واللي بيرجع مصر بعد أكتر من 10 سنين غياب كان فيهم ناجح جدا وقدر يجمع ثروة كبيرة. ولكن لما بيرجع بيتعرض لحادثة صدمة وبيفقد الذاكرة، وبيبقى هدفه الوحيد إنه يعرف هو مين أصلا. وبسبب الحالة دي يوسف الشريف بيقدم أكتر من شخصية جوه المسلسل، وده كان تحدي تمثيلي كبير عليه. المسلسل ده كان خطوة مهمة في مشوار يوسف الشريف، وخلى ناس كتير تشوفه كنجم الغموض والتشويق الأول في الدراما المصرية. ورغم إن المسلسل ده عمل جدل وقت عرضه بسبب تشابه فكرته مع الفيلم الأجنبي Unknown والرواية الفرنسية Out of My Head، إلا إنه قدر يحافظ على روح التشويق وخلى المشاهدين طول الوقت مشدودين، وكل حلقة فيها لغز جديد. وفي المركز الثالث معانا هو مسلسل الصياد اللي أنتج سنة 2014. المسلسل ده من نوعية التشويق والإثارة اللي بتدور قصته حوالين شاب شغال في جهة أمنية واللي هو يوسف الشريف، واللي بيتعرض لحادث بيمنعه من إنه يكمل شغله، فبيتم استبعاده من الجهاز. وبعدها بفترة الجهاز الأمني بيتورط في قضية معقدة جدا، ومفيش قدامهم حل غير إنهم يرجعوه تاني ويستعينوا بيه علشان يقدر يساعدهم في حل اللغز. المسلسل حصد جوائز كتير سنة عرضه، ده حتى كمان أغلب متابعين الدراما المصرية وصفوه بأنه واحد من أعظم مسلسلات الغموض والإثارة في تاريخ الدراما المصرية. وفي المركز الثاني معانا هو مسلسل رقم مجهول اللي أنتج سنة 2012. المسلسل ده نوعية من الدراما البوليسية اللي فيها تشويق وإثارة طول الوقت. القصة هنا بتحكي عن محامي شاب اسمه علي كمال، واللي هو يوسف الشريف اللي عنده مبادئ وعايش ملتزم بيها، ولكن فجأة بيجيله تليفون من شخص مجهول وبيهدده بمعلومات ممكن تدمر سمعته. ومن اللحظة دي حياته بتتقلب وبتبدأ سلسلة من الأحداث المعقدة، خصوصا مع وجود مشاكل عائلية كتير حواليه. وطول المسلسل بنفضل نسأل مين اللي متصل ده وعايز ايه بالظبط. المسلسل ده كان نقطة تحول كبيرة في مشوار يوسف الشريف، وكتير من الناس بيعتبروه أفضل مسلسلات الغموض والإثارة في تاريخ الدراما المصرية. والمسلسل برضه قدر يفوز سنة عرضه بجوائز كتير جدا. وفي المركز الأول والأخير معانا هو مسلسل كفر دلهاب اللي أنتج سنة 2017. المسلسل ده بيجمع ما بين الرعب والغموض، وقصته بتحكي عن طبيب اسمه سعد اللي هو يوسف الشريف، واللي بيروح كفر غريب ومشؤوم الستات فيه بيفقدوا الأجنة ومفيش أي طفل جديد بيتولد، وكمان بيحصل مس شيطاني لبنات وشباب الكفر. ومع الوقت بيكتشف الطبيب إن في مؤامرة كبيرة ورا كل اللي بيحصل ده. مسلسل كفر دلهاب يعتبر قمة نضج يوسف الشريف فنيا، مش بس كممثل ولكن كمان كمبدع وصاحب فكرة المسلسل، لأنه هو اللي جاب الفكرة واشتغل عليها لحد ما طلعت بالشكل ده. وده خلى العمل يوصل لمستوى عالي جدا من الجودة سواء في القصة أو التنفيذ أو الإخراج. جمهور النقاد وصفوه كأول مسلسل رعب مصري متنفذ صح. فالمسلسل ده باختصار شديد هو واحد من أعظم الإنتاجات الحديثة في الدراما المصرية. وبكده اكون وصلت لنهايه الفيديو. فلو وصلتوا معايا لحد هنا احب اقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه علشان تشوفوا فيديوهاتنا الجديده، وكمان ما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات ايه اكتر مسلسل عجبكم للنجم يوسف الشريف. وسلام.